رومنتادا تاريخية لحامل اللقب النادي الأهلي السعودي النهاردة في واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال آسيا، أعتقد نسخة 25-26. الأهلي السعودي كان متأخر أمام فريق نساف طبعا الأوزبكي 2-0، وإذا بماتيس يابسلا المدير الفني أجرى تعديلات تكتيكية خلال الشوط الثاني وبدأ يهاجم بسبع لعيبة. هنا تنغانا لعب كارتكاز نص ملعب، وهنا صالح أبو الشمات بدأ يعمل تكملة هجومية. وطبعا بعد خروج فراس البريكال ونزل سليمان بكر، بدأ يلعب سليمان بكر كسنتر تاني جنب ايمينيز وجنب طبعا داميز، وغير طريقة اللعب، بدأ يلعب بثلاثة سناتر، 4 لعيبة في نص الملعب وثلاثة لعيبة في المحور الهجومي. نزول أتنغانا في الدقيقة 62 مع صالح أبو الشمات كانوا دول نقطة التحول التام في المباراة. طبعا نزل اتنغاني مكان المجرشي، هنا بدأ صالح ابو الشمات هو اللي يقوم بدور الظهير والجناح في نفس الوقت. وطبعا اتنغاني خد ارتكاز نص ملعب، ضغط الاهلي بشكل مرعب على الفريق نساف. وبعد ما كان متاخر 2-0 انزو ميلوتي حط جون جميل جدا جدا بعد خطأ قاتل من الحارس، حط الكوره بشكل مميز جدا. رجع تاني انزو ميلوتي جاب الجون الثاني بعد دربكه قدام منطقه الجزاء بتاعه الفريق الخصم، سدد الكوره ايفن توني الحارس طلعها، انزو ميلوتي حط الكوره رائع جدا. واذا بالنجم الجزائري في الدقيقه 97 نتيجة الطولية بشكل مميز جدا استلم الكرة ودخل العمق، أطلق قذيفة مدوية للهدف الثالث. وفي الدقيقة 104 صالح أبو الشمات لعب الكرة بشكل مميز جدا لسليمان بكر، ريح الكرة وأطلق القذيفة المدوية. والحقيقة الجون اللي هو قضى تماما على فريق نساف الأوزبكي وعمل لهم زي الأندرتيكر. خلص الكلام. فريق مرعب الاهلي السعودي النهارده يستحق نجم المباراه الاول ماتيس يابسلا المدير الفني. كان في ظهورات واضحه جدا الشوط الاول تقدم بيها الفريق الاوزبكي بهدفين، هدف في الدقيقه طبعا هو 34 وهدف في الدقيقه 41 عن طريق المهاجم طبعا نور شيافن اللي جاب الجونين. الشوط الثاني عالج ماتياس يابسلا الاخطاء الدفاعيه وعمل شغل هجومي عالي جدا، واستطاع ان هو يغلق المساحات. كان في مساحات كبيره جدا في نص الملعب، عالج الاخطاء، قفل الثغرات، ضغط على الخصم بشكل رائع جدا، افتكاكه للكره. الشوط الثاني اتنغانا مكسب كبير جدا جدا كلاعب ارتكاز نص ملعب، ودي القماشه اللي كانت ناقصه الاهلي في نص الملعب جنب فرانك كيسيه. اعتقد نزوله مكان طبعا ونزل مكان زيد الجوني طبعا في نص الملعب. هنا صالح ابو الشمات رجع كظهير، وبعد كده عمل تغيير ما نزل عبد الرحمن مكان انزو ميلوتي. هنا بدا صالح ابو الشمات هو اللي يقوم بدور صانع اللعب. يعني حاجات جميله جدا في مباراه اليوم. الف مليون